هذا واحد يقول أخوي عايش ومبسوط، يعني مثله مثل المجتمع المحيط فيه، يعني ما عليهم أموره زينة، ما عنده منغصات ولا عنده شيء. يقول بعد فترة صار على ولده حادث وجاء الولد شلل. يقول طبعا انشغل معه وتعب، وبعد تقريبا 7 أشهر أو 8 أشهر زوجته أصيبت بمرض خطير. فيقول تكالبت عليه الأمور، صار عليه دين، زاد الدين، يقول وقفت خدماته. يقول إلا الرجل مر بظروف عصيبة. يقول رحت جلست معه أنا وعمي، قلنا وش اللي يعني أنت في شيء عندك؟ قال لي والله فيه. قال شلون؟ قال كنا جالسين بالاستراحة ونتكلم أنا والزملاء، وقال واحد من الزملاء والله إنه بزحمة من النعم. قلت يا أخي وين هالزحمة اللي تعيشها أنت إحنا ما درينا عنها؟ لا إله إلا الله. يقول والله ما أذكر إلا هالكلمة. يا قوي. يقول سبحان الله العظيم، ما الكلمة هذه ما مر عليها أسبوعين إلا صار على الولد حادث. يقول ثم جت إصابة المرأة بالمرض الخطير، الله يشفيها ويعافيها وكل مسلم ويجبر مصابهم. ثم أصيب الولد الثاني، ثم جاء عليه الدين وتكالبت عليه الدنيا. الواحد أول شيء يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى. يا أخي العافية اللي أنت مر فيها، العافية اللي بجسدك هذه نعمة عظيمة. وجود أبنائك أو أقاربك أو أحبابك المحيطين فيك تراها نعمة. استشعارك للنعمة أكبر نعمة. يعني الواحد لا يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى، يقول وين هالنعمة اللي أنت تعيشها أنت؟ بعض العالم أعوذ بالله يعني يزدري نعمة الله عليه وينكرها. وأنت يا أخي في نعم الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أمن وأمان وشبع ولبس ومركب سيارة وبيت تعيش فيه وأبناء محيطين فيك وزوجة ومجتمع يعني اللهم لك الحمد نعم. لكن بعض العالم أعوذ بالله ينكر. فشوف هذه ترى من الأمور اللي لا بد ينبه عنها. حتى الأبناء لازم ينبهون، مثلا أثناء الأكل بعضهم يتذمر من بعض الطعام. بالحلال كل اشبع احمد ربك، غيرك ما يجد قوت يومه وأنت بنعمة. هذه ترى الرسائل لابد أن ترسل بهذا الشكل. الله ينفع بما نقول ونسمع. آمين.